مرحبا بكم أحبابنا الزينين. هنا تلقاو آخر الأخبار والترندات اللي دايرة ضجة وكل جديد في السوشيال ميديا بلا دوران. دير إعجاب، تابع القناة وخلي تعليقك لأنه رايك يهمنا وهو اللي يخلينا نطلع بالمحتوى الأفضل. خليكم ديما معايا. بعد الضجة الكبيرة التي طالت المؤثرة فيفي في فضيحة الخمر بالثلاجة، تعود فيفي من جديد للساحة لكي توضح الأمر. فيفي تخرج في لايف لكي توضح لمتابعيها الذين انهالوا عليها بالتعليقات الجارحة والتعليقات المثيرة والتعليقات السامة. خرجت فيفي لتوضح الأمر، إلا أنها زادت للطين بلة يا متابعينا الكرام. فيفي لم توضح بل أثبتت للمتابعين ليزيدوها تعليقات سلبية، ليكثفوا التعليقات السلبية، ليكثفوا النقد لها. خرجت في تعليق في فيديو تضحك تقاقه وتقول: أوه الغاشي كان راهو يهدر على البيرة. سأوضح لكم متابعينا، الغاشي كون راهو يهدر على البيرة وأنا ما عندي حتى تبرير، لن أوضح لكم أي شيء، أنا حرة، هذه حياتي، نشرب الشيء اللي نحبه، نحط الشيء اللي نحبه، نهز الشيء اللي نحبه، مانيش مضطرة نجي نوضح لكم الحاجة اللي صرات. إلا أنه هذا الفيديو اللي حطته فيفي على أساس أنه راح تسكت به المتابعين زادت في شراسة المتابعين، زادت في كرههم لها وبغضهم لها، وزادت في التعليقات السلبية. أصبحت كل ما تحط فيفي منشور ينهال عليها المتابعين بالشتم وبتذكيرها بقضية الخمر، وبتذكيرها بأنها تفعل أكثر من الخمر. ففي لايف آخر خرجت كارولين التي تقول أنه لما تشرب راهي تعمل حوايج أخرى، وكأنها تلمح لفيفي، بما أنه فيفي هي اللي راهي في الواجهة في هذه الأيام. خرجت لتلمح أنه لما راهي تشرب في الخمر راهي تفعل فيما أكثر من الخمر. ربي يعافينا ويعافيكم متابعينا الكرام. وفي جهة أخرى تخرج شيرين صورة لها هي وأولادها يصلون وزوجها المطيع. تخرج شيرين في هذه الصورة ترفع يديها للدعاء إلى الله، وكأنها تلمح بأن دعوة المظلوم قد خرجت لفيفي، لأنه شيرين وفيفي في هذه الأيام كانت بينهم شرارة كبيرة من الادعاءات، وكل واحدة تبعث لأختها رسائل والأخرى ترجع لها. كما نعرفوا عادة المؤثرين، ما نعرفوا راهم يديروها بالعاني باش يجيبوا شوية متابعين ويسلطوا عليهم الضوء، لأنه تكلمات الحالة عندهم ما نعرفوا راهم صح. المهم شيرين حطت الصورة هذه في الوقت الحالي اللي فيه فضيحة فيفي، وكانها تتشمت بها بطريقة غير مباشرة. يعني دعواتي وصلاتي ليك وصلوا، يعني انتم راكم مصدقين، شوفوا ربي قادر يسمح للجميع وقادر يسمع للجميع وقادر، يعني هما راهم متأكدين بلي راهم قراب ربي للدرجة هذه. والله ربي يجيب الحق في كل ظالم. وش راح نقولوا؟ كما دعوة شيرين. ومن في متابعينا نروح لمؤثرة أخرى، مؤثرة تقريبا من فصيلة مؤثرة تأثير فيفي، من نفس الفصيلة. فيفي كانت مؤثرة في الإغراء، والله هذه المؤثرة كذلك مؤثرة في العري. روفيا، من منا لا يعرف روفيا؟ أكيد تعرفوها مليح مليح. المهم متابعينا الكرام، بعد ما أطلقت روفيا مشروع ضخم، مشروع صدقوني متابعينا، روفيا واو، اتجهت نحو عالم ريادة الأعمال، عالم الموضة، عالم بيع الملابس. لكن روفيا لم تتجه لريادة الأعمال في الملابس العصرية أو ما إلى ذلك. روفيا اتجهت إلى جانب يا متابعينا سيدهشكم صدقوني. اتجهت روفيا وأطلقت مشروعها لبيع الملابس الداخلية. قلت لكم متابعينا، روفيا مؤثرة العري، قلت لكم متابعينا، يعني مش ما عملتش مشروع لبيع الملابس فقط، بل مشروع للملابس الداخلية. ومن هي عارضة الملابس الداخلية؟ متابعينا، أدهشتنا روفيا، هي عارضة الملابس الداخلية. يعني يا روفيا معليش أختي بيعي الملابس الداخلية معليش، ولكن بيع الملابس الداخلية ومعها أنت العارضة، أنت اللي تعرضي هذه الملابس،
مشاريع العري والخماج بهدلتوا بينا، والله بهدلتوا بينا في وسط الجناس. مشكي معك يا خويا، خليناكم تسهروا الليالي، ديروا التيك توك، تباتوا تكبسوا، خليناكم في حرامكم، هاوليكم ربي يسخروا ليكم ويسخركم ليه، ولكن مش بالطريقة هذه. راكم بهدلتونا، هذا راهو تبهديل. ريادة الأعمال في الملابس الداخلية. والله قالك الجاهلة إذا قرأت عن الحرية خلعت ملابسها. هذا وش نقول لكم للتذكير فقط. حتى في راهي قالت بلي عندي مشروع جديد سيصدمكم. يا ربي ما تصدمناش كما صدمتنا روفيا. المهم ربي يبصرهم بعيوبهم ويبصرنا بعيوبنا، ويقدمنا إن شاء الله للأحسن والأفضل ويقربنا ليه. شكرا لكم متابعينا، مني إليكم سلام يا رحار. أرجو منكم الضغط على زر الإعجاب والمتابعة ليصلكم كل جديد مني. شكرا لكم.